على سنه رابعه هيتخرجوا السنه دي، او كمان الجانب الثاني الجانب التمويلي. طبعا عندنا باذن الله في المبادره بس باذن الله مجموعه من الجوائز كده هنعمل عليها سحب اسماء كلام الساده الضيوف معانا. اولهم ان احنا عندنا رحلتين سفر لجايكس المغرب باذن الله هيبقى في شهر 5 بالتعاون مع احد شركاء المبادره، بالاضافه ان احنا عندنا كمان فرصه تدريب 30 شاب او 30 طالب في مجال امن المعلومات باذن الله، هتبقى مع اتفاق مع زمايلكم ازاي هنحط المعايير ازاي نختار 30 طالب في مجال امن المعلومات. بالاضافه لحاجه ثانيه ان احنا عندنا الناس اللي هي خريجين او اتخرجوا بالفعل او هيتخرجوا السنه دي، عندنا فرصه ان احنا برضه مع احد شركائنا ان هو فرصه تدريب وتشغيل الاثنين، بس يكونوا برضه متخصصين في امن المعلومات، ان احنا باذن الله هيتدربوا بمقابل مادي 3 اشهر، وبعد كده باذن الله عندهم فرصه ان هم يشتغلوا في الشركه، لان الشركه عايزه 10 بالظبط ان هم يتعينوا معاها، فباذن الله يبقى عندك فرصه باذن الله الناس المتخصصه في امن المعلومات. بالاضافه طبعا ان احنا في برضه مجموعه من الجوائز ثانيه، ان احنا هنوزع 7 محافظ الالكترونيه كل محافظه قيمتها 300 جنيه باذن الله اثناء ندوه اثناء الاسئله اللي بنحاول ان احنا نطرحها كنوع من التفاعل بيننا وبينكم وبين الساده المتحدثين. بالاضافه ان احنا عندنا كمان اللي هو نقدر نقول منصه كود مديانا حوالي 15 كود بحيث ان انت تقدر تتابع تنس سبورت وبعض المنصات الترفيهيه زي شاهد وغيرها. الحاجات دي يا شباب باذن الله من خلال كلمات المتحدثين هنبدا نسال اسئله كده كنوع من التفاعل مش اكتر، يعني ان احنا بحيث ان انت يعني نحس مع بعض ان احنا بنتكلم مع بعض، مش مجرد ان انتوا بتسمعونا وبس. هو الهدف منها ان احنا نسمع بعض. انت بعد كل متحدث هنسال 3 4 اسئله في البرزنتيشن بتاعته اللي كان بيتكلم فيه. انا النهارده كلمتي زي ما قلت لكم كده هتركز على جهات التمويل اللي ممكن تحصل عليها، سواء كان عندك فكره او عندك يعني شركه ناشئه او عندك كمان نقدر نقول فريق عمل اللي هو اللي انتم يعني في سنه رابعه طبعا عندكم طبعا موضوع فريق العمل دوت اللي هو بيعمل مشروع تخرج. طيب احنا عندنا شباب في مصر حوالي 10 جهات معنيه بتمويل الشركات المتخصصه في مجال التكنولوجيا والمعلومات واصحاب الافكار. اول جهه يا شباب انتم ممكن كطلاب تستفيدوا منها هيئه تنميه صناعه التكنولوجيا والمعلومات دي. حد اتعامل معاها شباب او عارف بتعمل ايه؟ الهيئه دي يا شباب دي هيئه تبع وزاره الاتصالات، ده الاب الشرعي لصناعه التكنولوجيا والمعلومات في مصر. سواء كنت حضرتك هتبقى شركه او هتبقى موظف هتحتك بيها. فمهم جدا ان تعرف الهيئه دي جديده بوزاره التكنولوجيا، مهم جدا تعرف الهيئه دي بتعمل ايه. عشان نختصر الوقت عشان ما نطولش بقى، انا هقول لك كده حاجات سريعه، وانت حضرتك النهارده بقى ممكن تفتح النت تبدا تكمل الهيئه دي ممكن تستفيد منها ازاي. الهيئه دي عندها مبادره اسمها مبادره ايتاك. المبادره دي عباره عن 6 محاور. محور مهم جدا بالنسبه لك اللي هو زي ما كنت بتكلم معاكم مشروع التخرج. انت حضرتك كلنا بنعمل مشروع تخرج باذن الله في سنه رابعه لازم نعمل مشروع التخرج بتاعنا. الهيئه مبادره ايتاك دي تديك فرصه ان تحصل على تمويل قدره 10000 جنيه لمشروع التخرج بتاعك. فحضرتك النهارده باذن الله في شهر يناير هيتم فتح الباب ان انت تقدم على مشروع التخرج بتاعك اللي انت باذن الله تعمله في سنه رابعه، ان انت ممكن تحصل على التمويل. مش موضوع التمويل بس المهم في موضوع مبادره ايتاك. الموضوع الاهم ان كونك انك بتحصل على التمويل ده بيفتح الباب امامك ان انت تخش على برامج ثانيه زي مشاريع الاعمال، زي حضانه التكنولوجيه، زي ان هو يقعدك مع بي سي او صناديق راس المال المهم. فالخطوه الاولانيه ان انت تبقى الهيئه تعرفك وتعرف الفريق بتاعك وتعرف المشروع التخرج بتاعك عشان تبدا تاخدك وتتنقل من مرحله لمرحله. فدي اول جهه يا شباب ممكن تحصل معاها تمويل. طبعا مبادره الايتاك انا قلت لك ان هم 6 محاور. المحور الثاني او اللي يخصك برضه الناس اللي اتخرجوا موضوع محور تطوير منتج. لو انت عندك فكره تطوير منتج طبعا ده لازم يكون بالشراكه مع الجامعه، بيبقى مشروع بحثي بتحصل منه على تمويل اللي يتراوح بين 2 مليون ل 2 مليون ونص. ده بس بيبقى مشروع كبير شويه ولازم يكون موافق فيه من الجامعه. ده للناس اللي هي يعني بتشتغل في مجال البحث العلمي واللي عايز يكمل في المجال ده. يبقى اول جهه هيئه ايه يا شباب؟ هيئه. طب اللي يعرف ممكن يرفع ايده يا شباب؟ اتفضل يا باشمهندس. هيئه تنميه صناعه المعلومات. صناعه التكنولوجيا المعلوماتيه. اتفضل يا باشمهندس. اتفضل. طيب شباب الجهه الثانيه اللي ممكن حضرتك تحصل منها على تمويل
احنا بنسميها كده صناديق راس المال المجمد، الفي سي. الفي سي دي يا شباب يعني ايه؟ دي صناديق ماليه عندها ملاك